قبل بس ما نبدا في الفيديو وقبل ما اقول لكم على الوصفات اللي انا جايبها لكم النهارده، عايزك تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو لاي حد محتاج يخس وكان كلمك عن التخسيس. ويا ريت لو في اي سؤال خاص بالتخسيس او بعد ما اخلص الفيديو يا ريت تسيبه لي تحت في التعليقات وهجاوبك عليه على طول ان شاء الله. ويلا بينا نبدا الفيديو. من افضل مشروبات التخسيس واحسنها هو اليانسون مع الشمر. طبعا دول لهم دور في سد الشهيه وفي التخسيس، وسهل استخدامهم وتحضيرهم سهل جدا من اسهل ما يكون. معلقه من اليانسون مع معلقه من الشمر، وبتضيفهم مع بعض على الميه المغليه وبتشربهم قبل النوم. طبعا المشروب ده من احسن المشروبات وسهل التحضير وموجود في كل بيت ان شاء الله، تقدر ان انت تعتمد عليه وهيجيب معاك نتيجه ممتازه وهايله بدون اي مشاكل. قرفه مع خل التفاح، ودي من افضل برضو الحاجات اللي ممكن تستخدمها علشان تظبيط مستوى السكر في الدم وتقليل مقاومه الانسولين ومنع طبعا تخزين الدهون وسد الشهيه. طيب ازاي فكره تحضيرهم وطريقه استخدامهم؟ طبعا القرفه سواء هتغليها او سواء هتحطها على ميه مغليه، وطبعا لازم تخلي بالك انك تسيبهم شويه يبردوا قبل ما تضيف خل التفاح. زي ما قلنا ان خل التفاح بيتاثر بالميه السخنه، بتقلل كتير من فعاليته. بعد ما يبرد حط معلقه خل التفاح، عايز تحط عسل مفيش مشكله، مش عايز خلاص مفيش مشكله حسب الرغبه يعني. وتبدا تشرب لك كوب واحد يوميا، يكون قبل مثلا الفطار بنص ساعه عشان يبدا يسد معاك شهيه ويبدا يزود حرق الدهون يظبط مستويات السكر. وطبعا خلي بالك لو انت عندك مشكله في المعده فلازم انك ما تشربش المشروب ده وما تعتمدش عليه. وزي ما قلت اختار اي مشروب من اللي احنا اتكلمنا عنهم او اللي لسه هنتكلم عنهم. دي كانت وصفه خل التفاح مع القرفه. هتكلم عن حاجه يعني ناس كتير ما تعرفش اهميتها في التخسيس، وناس كتير هتستغرب لما اقولها، وهي التخسيس باستخدام القهوه في سد الشهيه وفي حرق الدهون. حد بقى هيطلع يقول لي والله يعني انا بشرب قهوه بقالي سنين وسنين ويعني انا بحس ان انا بزيد في الوزن مش بقل. لان يا جماعه طريقه استخدام القهوه في التخسيس ليها نظام. انت واحد تشرب قهوه كل يوم خلاص بقى عندك يعني شبه، مش هنقول مناعه، بقى عندك يعني ايه، خلاص بقاش عندك يعني حساسيتك للقهوه بقت قليله. حتى انت نفسك كنت بتشرب كوبايه 2 3 بقيت دلوقتي تشرب 4 و5، وده كلام معروف يعني. طيب انا دلوقتي واحد ما بشربش قهوه، خلينا الاول مع واحد ما بيشربش قهوه عايز يستفيد بيها في حرق الدهون وسد الشهيه. اولا انت مسموح لك بكوب او 2 قهوه يوميا. طيب القهوه انهي؟ القهوه التركي العاديه بتاعتنا دي، ولكن بدون اي سكر، قهوه ساده. قهوه ساده لازم تكون قهوه ساده. طيب موعد شربها امتى؟ يعني نشرب 1 أو 2 فنجان زي ما قلنا، اخرك الساعه 6. بعد الساعه 6 ما تشربش قهوه، يعني ده الافضل لو انت لسه مبتدئ يعني في الموضوع ده. طيب عشان تجيب معاك افضل نتيجه هتعمل ايه؟ هتشرب اسبوع وتبطلها اسبوع ويشوف بقى النتيجه، وشوف يعني ازاي نفسك او شهيتك هتتسد ناحيه الاكل، وازاي هينشط معاك حرق الدهون ويرفعوا معاك لمستويات غير عاديه. لانه فيه كافيين يا جماعه، وفيها حاجات تانية بتساعد كتير جدا في سد الشهيه وفي حرق الدهون، وهتاخد معاك التخسيس لمستوى تاني خالص. لو انت واحد من الناس اللي بتشرب القهوه كتير فطبعا انت ممكن تبدا انك تشربها اسبوع وتبطلها اسبوع اذا كنت هتقدر، فده هيبدا يرجع تاني حساسيتك للقهوه بشكل فعال وتبدا تستفيد منها في سد الشهيه وفي التخسيس وحرق الدهون ان شاء الله. خلينا اختم معاكم الفيديو والوصفات بوصفه هنقول عليها 3 في 1. وصفه يمكن محدش يعرفها ومحدش اتكلم عنها قبل كده، عشان كده خليناها اخر الفيديو. طيب ركز معايا وركز معايا في الاسماء اللي انا هقولها. لو في اي سؤال طبعا سيبولي تحت في التعليقات هجاوبك عليه ان شاء الله. الوصفه دي بتتكون من 3 مواد او 3 اعشاب طبيعيه: المريميه والقرض او بذور شجره الصمت والمورينجا. 3 حاجات دول: المريميه والقرض اسمه القرض او ثمار شجره الصمت، والمورينجا شاي المورينجا او عشبه المورينجا او الكلام ده. طيب ركز بقى معايا علشان كل واحده من دول موضوع وحكايه. بالنسبه للمريميه فمعروف دورها العظيم جدا في التخسيس وفي شد الشهيه وفي زياده حرق الدهون وحاجات كتير، غير موضوع بس ان هي تزود معاك حرق الدهون وسد الشهيه. بالنسبه للقرض او ثمار نبات او شجره الصمت، دي بقى يا جماعه ليها غير ان هي بتخسس وبتسد الشهيه، ليها دور في تطهير المعده ومضاد البكتيريا طبيعي كده، وبتسهل الهضم، بتاخد معاك برضو المعده في حته ثانيه خالص. طبعا المورينجا معروفه ومعروف فوائدها واهميتها وليها فوائد كتيره جدا.
من اهمها ان هي بتقلل مقاومه الجسم للانسولين، وبتظبط معاك مستويات السكر في الدم، وبرضه بتخلي جسمك قابل ان هو يخس بشكل كبير جدا عن طريق زياده حرق الدهون والكلام ده. طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن طريقه الاستخدام وطريقه التحضير، وهنتعامل ازاي في الثلاث مشروبات دول. اول حاجه، مش عايزك تتفاجئ، الثلاث حاجات دول مش بتحضروا مع بعض، ولكن بتاخدوا في نفس اليوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت هتحضر كل حاجه لوحدها وهتاخدها في ميعاد مختلف من اليوم. خلينا نبدا مثلا قبل الفطار. قبل الفطار هنا هيكون انت مطلوب انك تشرب كوب شاي مريمي، شاي مورينجا. ازاي؟ سواء انت معاك فتله او سواء انت شريك كده من عند العطار، هتستخدمه برضه على كوب ميه مغليه، وهتستنى 10 دقايق بعد ما تخلطها على الميه وتشربها قبل الفطار بنص ساعه. ده بالنسبه لشاي المورينجا قبل الفطار بنص ساعه. بالنسبه لو جينا اتكلمنا عن وقت العصر او قبل الغداء، لو انت بتتغدى او ما بتتغداش مفيش مشكله. هنا هيكون دور او وقت القرض او ثمار شجره الصمت. نفس الموضوع، هتحضرها بنفس الطريقه وتاخد لك كوبايه وقت العصر او قبل الغداء بنص ساعه. طيب يبقى كده فاضل المريميه، ودي دورها او ميعادها هيكون قبل النوم او مساء. تحضرها بنفس الطريقه، كوبايه ميه مغليه وتضيف عليها المريميه، تسيبها مثلا 10 دقائق وتبدا تشربها قبل النوم او قبل العشاء بنص ساعه او مساء، مفيش اي مشكله. انت هتمشي على الموضوع ده لمده قد ايه؟ مش اقل من 20 يوم، مش اقل من 20 يوم، صبح عصر بالليل زي ما انا قلت كده. المورينجا الصبح، القرض او ثمار شجره الصمت الظهر او العصر، والليل قبل النوم كوبايه المريميه. طيب الموضوع ده او ممكن تعتمد عليهم، ممكن تعتمد عليهم الثلاثه وما تشربش اي حاجه تانية غيرهم، لان انا كده ضايف لك حاجه الصبح وحاجه العصر وحاجه بالليل، فمش هيبقى في وقت اصلا لاي حاجه تانية.